الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه، صينية دفا بتاعت زمان. تعالوا ما نشوف كنا بنعملها ايه، وحاجة كده سريعة يعني ندفي بها العيال وندفي بها البيت. يلا تعالوا اقول لكم انا هعمل ايه. شوفوا يا حبايبي، هنا كده كيس خميرة، معلقة بيكنج باودر، معلقتين صغيرين مليانين سكر. هنحط عليهم تلات ارباع كوباية مية كده دافيانة، ما ينفعش تكون سخنة. وهنبتدي ان احنا نقلبها كده شوية اهو، نركنها بقى على جنب اما نحضر ايه، نجيب الدقيق بقى ونشوف هنحط ايه تاني. بصوا يا حبايبي، هنا معايا في الوصفة كمان ايه، كوباية زبادي. صدقوني هيفرق في الطعم جدا. وهنبتدي ان احنا برضو نقلبها معاها كده اهو، ذرة ملح. شوفوا يا حبايبي انا عجنتها شوفوا لغايه ما لمت اهي، ودي بقى قطعه زبده اهيت. ابتدي ايه، اعمل العجين لغايه لما الزبده دي تدوب جوه العجين. طبعا انا حطيتها بقى على الترابيزه، لان انت هتقدري تتحكمي في الترابيزه عن الطبق. هنلمها وارجع لكم. شوفوا يا حبايبي كده بقت تمام. هنحطها بقى على جنب تهدى بس شويه كده وتخمر، وبعد كده تعالوا بقى ما نشوف هنحشيها ايه وهنعملها ازاي. حبايبي دوت ايه، معلقتين سكر صغيرين على 3 معالق كبار كاكاو خام، ونحط عليها شوية نقطة مية كده، نبتدي بقى نقلبهم. تدينا ايه نفس الشوكولاتة النوتيلا. دوت اللي هنحشبها بقى ايه بالكور اللي هنعملها. يا حبيبي احنا اهوت، شوفوا انا عملت الصينية اهي. احنا طبعا هنلزقها في بعض. هتجيبي اصغر صينية عندك، ودي هي الشوكولاتة الكاكاو اللي احنا عملناه. شوفي دي بديل النوتيلا يعني. اهو عندك نوتيلا حطي. اهو نبتدي نقفلها كده اهو كده لغايه ما تبقى كوره، بعدين نحطها في الصينيه. صور هنا يا محمود تعالى اهي. شوفي المنظر. نكمل بقى الصينيه كده اهيت، نكمل الصينيه وبعدين ايه ارجع لكم تاني. وبقى حبايبي انا كده بدهنها لبن اهوت، انا خلصتها. هدهنها لبن واسيبها ايه على جنب كده شويه لغايه لما تكبر، يعني تتضاعف حجمها، وبعدين هندخلها الفرن. ولما تطلع بقى تعالوا نعمل ايه، هنحط لها ايه لما تخرج. استنوا بقى نعمل لها حاجه حلوه كده، خليكم بس معايا لاخر الفيديو. شوفوا يا حبايبي دي كوبايه لبن بقشطتها، حطيتها في الخلاط، وديت معاها معلقه لبن بودره دوت. والصينيه في ايه، في البوتاجاز، يعني الصينيه لسه في البوتاجاز لسه ما طلعتش. معلقه كريم شانتيه، معلقتين سكر. انا هحط ايه معلقه ونص كده عشان ما بحبش الحاجه انا مسكره. دي قطعه من الزبده اهيت، احطها كده واضربها ضربه بقى كويسه كده في الخلاط. ولما يطلع بقى هوريكم هيطلع ازاي. شوفوا يا حبايبي هي بعد ما خرجت بقت تحفه ازاي. اللي احنا بقى عاملينه في الخلاط ده نبتدي ايه نكبه على كده ونسيبها بقى لغايه لما تتشرب. نغطيها بفوطه ونسيبها لغايه لما تتشرب. شوفوا يا حبايبي، شوفوا اهي، طلع واحده كده اهي. ناخد بقى شويه ايه صوص اللبن ده كده. شوفوا بقى الجمال ده، شوفوا الحلاوه. حاجه كده تدفي في الشتاء، حاجه كده مختلفه عشان الجو ساقع على رأي محمود. شوفوا بقى الجمال اهو. نجيب بقى بشويه اللبن دول. تعالي دوق كده يا هدى، قولي ايه رايك. دوق كده حلاوه. شوفوا الطراوه، شوفوا قد ايه هي طريه، وشوفوا الشوكولاته من جوه عامله ازاي. بجد بجد تحفه قوي، طريه وجميله. ومع كوبايه شاي للعيال، حاجه كده سريعه معاها لبن، يعني حاجه كده تغذي وتدفي.
مش عايزه اوصف كتير، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. من الاخر بقى، سؤال بقى النهارده، اول مسجد بني في الاسلام؟ وما تنسونيش في متابعه ولايك للصفحه، وما تنسونيش كمان في كلمه حلوه منكم، واشوفكم على خير. باي باي.